انا عندي سؤال، هو ايه الثقب الاسود؟ مبدئيا يا جماعه، الثقب الاسود ده موضوع معقد شويه، ففتحوا دماغكم معايا. الثقب الاسود هو زي اي حاجه في الكون، متكون من ابعاد متعرف عليها، وهي ثلاث ابعاد هما الطول والعرض والارتفاع، ضيف عليهم الزمن. وطبعا ده اكتشفوا علماء اليومين دول. طبعا بقى دلوقتي هنخش في الخصائص العلميه بالنسبه للثقب الاسود. دلوقتي احنا عرفنا ان ابعاده، وده طبعا موجود بالنسبه لكل الاجسام ما عدا عامل الزمن. دلوقتي بالنسبه للبلاك هول، فهو عنده خصائص طبعا صعبت عمليه ان احنا نقدر ندرسه، وهي جاذبيته الشديده. وده حاجه معروفه بشكل عام للون الاسود، لان البلاك هول هو اشد حاجه نقدر نقول عليها لون اسود. ومتعارف على اللون الاسود ان هو قابل ان هو يسحب لحاجات كتير. اقل حاجه موجوده، حتى اي هدوم سوداء هتلاقيها بتسحب اشعه الشمس. كذلك الثقب الاسود، ولكن بقوه هائله، بيسحب جاذبيه وطاقه، وقادر على ابتلاع طاقه نوويه. يعني كوكب الارض لا ما يقدرش حتى يستحمل نصها. طبعا البلاك هول يعتبر جسم متركز على الجاذبيه، تم تشكيله عن طريق ضغط نجم وليس انفجاره. يعني ببساطه ان هو جسم انضغط للداخل بسبب العوامل بتاعه الفضاء، ادت لتشكيله. بعد كده ادت القوه بتاعته لقوه جاذبيه عاليه جدا بسبب قوه النجم. ده خلى ان هو يشكل خطر كبير جدا على الاجسام اللي حواليه ويبتلعهم. وبعد دخول الجسم للبلاك هول، ما نعرفش ايه اللي هيحصل له لغايه دلوقتي، ولكن في نظريات بتشرح العمليه دي. من النظريات اللي بتشرح الثقب الاسود وطريقه عمله هي المجال الكمي. النظريه دي خلتنا نقدر نعرف ازاي طريقه عمل الثقب الاسود وضرره، وان الثقب الاسود ده بيولد اشعه، تمام، زي الاشعاع اللي موجود من الطاقه المشعه زي جاما والفا، وده بيسبب ضرر كبير على البشريه. وده ودانا لفكره ان اي حاجه بتخش الثقب الاسود ده بيحصل لها دمار شامل، وان الثقب الاسود ده عباره عن خطر كبير لاي مركبه، ما بيوديش لاي مكان اخر، تمام. من النظريات الاخرى اللي غير مثبته علميا ان الثقب الاسود قد يكون بوابه ما بين الازمنه والامكنه، وممكن تكون بوابه ما بين المجرات، ولكن النظريات دي غير مثبته حتى الان. وطبعا النظريه الاكثر شيوعا وهي الاكثر دقه هي فكره ان المركبه هتخش الثقب الاسود هتتمسح من على وش الزمكان. في عام 1958 كان موضوع الثقوب السوداء ده مجرد خيال بالنسبه للعلماء، وبيصير فضولهم مش اكتر من كده، وكلام نظري، لغايه لما ظهر النظريه النسبيه واحد مؤيدينها يورنل. طبعا في اسم طويل كده مش مركز في التفاصيل دي. طبعا يورنل ده قال لنا ان الثقوب السوداء دي ابتدى يصنع عنها نظريات قويه ودقيقه عن طريق النظريه النسبيه. وطبعا دي كانت اكثر من نظريه دقيقه، وظهرت في تسعينيات القرن العشرين، وكانت ادق نظريه بدا عليها فكره البحث في الثقوب السوداء عشان نوصل في القرن الواحد والعشرين لصوره الثقب الاسود دي بدقه عاليه جدا، وبمقربه كافيه توضح مدى سواد الثقب الاسود وبره خارج مجال الجاذبيه بتاعه، عشان ما يحصلش دمار طبعا للصوره اللي تم التقاطها او المركبه اللي تم. بعد كده ابتدت النظريات تتوالى الى ان وصلنا لكينونه الثقب الاسود اللي شرحت لكم في اول فيديو. وبكده نقدر نقول ان انا عرفتكم اساسيات الثقب الاسود. ان شاء الله هيبقى في حلقه جديده نتكلم عن الثقب الاسود ونظرياته الكامله وكل حاجه بدقه اكتر عن كده، ولكن ده بعد فتره. طبعا دي اول حلقه، وان شاء الله انا عايز ابني معاكم نظام مستمر، ان هو هنزل لكم حلقه كل اسبوع من نزول الحلقه دي. معرفش هتنزل امتى، بعد ما نخلص المونتاج والشغل بتاعها هيبقى ده اليوم اللي هينزل فيه وباستمرار. طبعا في حلقات جايه كتير، تابعوني، ما تنساش تدوسوا الاشتراك واللايك، ما تنسوش اهم حاجه تدوسوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.